السلام عليكم. في حادثة غريبة من نوع البيت اللي قدامكم ده سقط من كوبري توتي داخل مياه النيل. بعد إخراجها من قاع النيل وجدوا ميتا نتيجة للقرق. وبعد إكمال الإجراءات النيابة والجهات المختصة عملوا له تشريح وسلموا لقسم المجهولية الحوية بمستشفى النوم إدارة مجاهيل بواسطة الشرطة. الناس تصلي على النبي ببركة الرمضان ده وتشير الفيديو دي لأنه البيت دي ما عارفين قصتها ولا عارفين هي منو والسبب اللي خلاه ينتحر ولا إنها مجنون ولا نصيح ولا آجل ما في حد عارفه. عشان كده الفيديو دي أنا داري يتشير في كل أرجاء السوشيال ميديا ومن يتعرف عليه ليشن يمشوا لمكتب إدارة بتاعت مجاهيل لمستشفى نوم. في حالة لم يحضر زويه كثير من الناس ما عارفين إنه المستشفيات دي عندها بروتوكول بيدفن المجاهيل بعد 72 ساعة على حسب البروتوكول المعمول في داخله. ظاهرة الانتحار وظاهرة الموت المجهول أصبحت كثيرة خاصة في العاصمة القومية. على السلطات من الداخلية إنه يلقى له طريقة يكون في مراقبة دورية في الكباري وتحت الكباري والحاجات دي لأنه دي الكيس الرابع اللي يرسلوا لي وأنا اتكلمت في الواحد ده. تحياتي لكم.